بسم الله ما شاء الله، زي ما عودنا حضراتكم كل يوم بنبتدي بعملية الوزن. عشان تعرف توزن لمتوسط الوزن الطبيعي أو الجيد عندك لازم توزن 5 كتاكيت. آه، توزن 5 كتاكيت وبعد كده هتقسم الوزن على الخمسة. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين قدامنا 5 كتاكيت موجودين على الميزانة. الوزن بتاعهم كيلو 130 جرام، كيلو 130 جرام. هي الفراخ بس بتلعب، مش عايزة تقف، لسه مش متعودة. نظبط الميزانة، كيلو 130. لو قسمت الكيلو و130 جرام دول على كام؟ على الخمسة، هيطلع متوسط الوزن حوالي 200 جرام. 200 جرام و25 أو 26 من الجرام. النهاردة اليوم الكام يا جماعة؟ النهاردة اليوم الثامن. عمر 8 أيام. الكتكوت اللي قدامكم ده بسم الله ما شاء الله كتكوت كويس. كتكوت كويس ليه؟ لأن الأوزان اللي قدامكم دي تعتبر أوزان كويسة ممتازة بالنسبة لكتكوت عمر 8 أيام. لان الكتكوت قلت لكم عمر 7 ايام لازم يكون متوسط الوزن بتاعه من 170 ل 200 جرام. زيادة عن كده يبقى الكتكوت كويس. الكتكوت ده كتكوت افيان، لكن هو فيه مشكلة واحدة، والمشكلة دي بترجع لعملية التفقيس او عملية التفريخ. اول حاجة الكتكوت جه عمر 3 ايام، ابتدى نفق فيه كام؟ نفق فيه 6 فرخات او 6 كتاكيت. بسم الله ما شاء الله. ما تنساناش بالشير واللايك. حضراتكم شايفين الكتكوت اللي قدامكم ده وزنه كام؟ وزنه 240 جرام، عمر 8 ايام. ممتاز جدا، ممتاز جدا. نرجع بقى لمرجوعنا، هقول لكم ايه العيب اللي في اللي عندي. الاول، اهلا ومرحبا بكم في قناه دكتور فادي الدواجن. صل على رسول الله عشان تاخد حسنتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده اليوم الثامن من عمر الدوره بتاعتي. المشكله اللي ظهرت في الكتكوت ان ظهر عندي بعد في عمر 3 ايام ابتدى النافق يبان 3 في 3 في يومين. ده بيبقى ناتج عن ايه؟ كتكوت واكله كويس يبقى التهاب سره. التهاب سره. التهاب السره في العمر الصغير ده بيعمل عمليه نافق كتير. طب السره ملتهبه ليه؟ نتيجة لعدم التفقيس الجيد، التلاعب في درجة الحرارة، تطليع الفرخ بدري من الفقاسة قبل الايه، قبل السرة ما تلم. ده يعتبر عيب خطير جدا جدا في الكتكوت. طيب ايه تاني؟ النهارده عمر 8 ايام. عمر 8 ايام. النهارده عمر 8 ايام، نفق 3. طيب النفق بقى كنا في العمر الصغير كان التهاب سرة، تمام. برضه في عمر 8 ايام اللي بينفق ده، لما كان خد مضاد حيوي للسرة، السرة التأمت لكن ما امتصش كيس المح كويس. هتلاقي عندي في القطيع حوالي ما بين 7 8 ممكن يكونوا في الحدود ديت. تحس الفرخ كاشش كده، تمسكه من تحت تلاقي ايه عند السرة كده، السرة يعني ايه، تخينة من تحت. مش كل الفراخ كده، لا لان ساعات بيبقى فيه فرخ من عند فتحة الموجع تلاقيه نازل من تحت، ده بيبقى فرخ كويس واكل وشارب. لكن تمسكه وتلاقيه من تحت في حتة مكلكعة عند السرة، يعني كيس المح ممتصش كويس. وعدم امتصاص كيس المح كويس بيرجع لإيه؟ رقم واحد الفقاسة، رقم اتنين التحضير. طيب بدل عندي القطيع بنسبة 90% كويس، وال10% اللي بيسقطوا يبقى ده عيب فقاسة مش عيب تحضير. لأن لو عيب تحضير كان هيظهر بغزارة، يعني ممكن تلاقي عندك عدد كبير. يبقى بيظهر عندنا نافق، الحمد لله بيظهر. عندنا القطيع بنسبة يعني مش عايز اقول 95، هو ممكن يكون 93 94 100% كويس. عندي حوالي مجموعة بسيطة عدم امتصاص لكيس المح.
لكن لو انت لاحظت الكتكوت واقف قدامك بيشرب اهوت من خط النبل، يعتبر كتكوت كويس، لا كتكوت ممتاز مفيش اي مشاكل. نسبة 90% ل 93% من القطيع نفس الحجم ده. ده بيرجع لسوء التفقيس من الفئاسة. طيب ليه سوء تفقيس؟ الكتكوت كان سعره قليل، آه، في انهيار في سوق الكتاكيت. قام هو بيطلع من الفقاسة خلاص، هو أصلا خسران وعنده مشاكل وعنده وبيخسر، فبيستعجل على الكتكوت، بيشقلب ويقلب في عملية الايه التطليع، وممكن يكون القطيع كله فيه المشكلة ديت وهو ما خدش باله. طيب آه، ده عيب بسيط، يعني يعتبر عيب بسيط، وظهر معاك في العمر الصغير، بيظهر في العمر الصغير، بيقلل عليك الخسارة. بيقلل عليك الخسارة في ايه؟ اول حاجة كان سعر الكتكوت متدني، مش مشكلة. ما كلش منك علف كتير، ادي كمان مش مشكلة، تمام. لكن لو هي مشكلة كبيرة قابلتك في عمر ال20 يوم او في السن الكبير، هتبقى مشكلة هتزعلك، لان النافق عندك في العمر الكبير يبقى واكله العلف غالي، واحنا عارفين الدنيا ماشية ازاي. طيب انا النهارده اللي هو ايه النهارده اللي هو الاثنين، استخدمت ايه للفراخ؟ اول حاجه انا خلصت جرعه المضاد الحيوي للمعوي والتنفسي، ولا حاجه عشان السره. آه نزلت سقوه لمده 12 ساعه ميه بيضاء، اغسل خط النبل والكتكوت كده يشرب حاجه ميه نظيفه ما فيهاش اي مشاكل. بعد كده ال 12 ساعه اللي بعدهم نزلت مضاد سموم لمده 12 ساعه، حاجة بقى ايه تغسل كده وتروق الدنيا من جوه وتنظف الامعاء والكبد والكلى. لان البروتين العالي في العمر الصغير ده بيكون تحميل على الكبد والايه والكلى، ولو المضاد الحيوي اللي كنا بننزل بيه الاستقبال عشان لو في اي مشاكل. طيب ايه تاني؟ جينا بعد ال 12 ساعة كده يوم، جينا ال 12 ساعة بالليل، يوم الاثنين بالليل، نزلت 2 سنتي فلاجيل على 2 سنتي سيبتازول في المية، في حتة في المية لمدة 12 ساعة. وال 12 ساعة اللي بعدهم، ال 12 ساعة اللي بعدهم نفس الحوار. هنروح دلوقتي ندي الفراخ. هنكمل بنفس المضاد الحيوي دوت معه تنفسي، عشان ما يظهرش عندنا اي مشاكل معوية او اي مشاكل تنفسية في عمر 15 يوم او عمر الايه عمر 15 يوم. يبقى الكتكوت بتاعنا ماشي كويس، ما عندوش اي مشاكل معوية، اي مشاكل دي. احنا في العمر الحرج اللي هو الكتكوت بيبان بقى بعد كده، عمر 13 عمر 14، هيبان معاك القوة بتاعة المضاد الحيوي اللي انت استخدمته في اول العمر. هيظهر عندك طشمة، هيظهر عندك مشاكل معوية. كل ده ظبطت الدنيا في بعد الاسبوع الاولاني، اللي هم الثامن والتاسع والعاشر والحداشر، ظبطت الامعاء وظبطت الدنيا. يبقى انت كده ايه؟ انت كده مية مية، وما فيش عندك اي مشاكل. آه شغالين اطباق تحضير وعلافات. هنسحب ان شاء الله النهارده اطباق التحضير، نشتغل كله علافات بنسبة 100%، عشان نمنع اي مشاكل معوية تظهر في العمر ال15 يوم، او تظهر في العمر الكبير. التهوية الجيدة مع التدفئة الجيدة هيديك نتيجة جيدة. اللحم ماسك نفسه، السوق ماسك نفسه، لكن النتيجة غير مرضية برضه، المفروض يطلع أشد من كده. الكتكوت يا جماعة ثبات. ما في غلي امبارح جنيه. السوق واقف. الحاج عبد الجليل مطلع السوق النهارده اهوت 4.5 74، 4.5 74. مفيش أي جديد في الكتاكيت، لأن برضو الناس كلها يعني متجرحة، وهو كان عايز يطلع بالكتكوت بسرعة، لكن الواضح إن هي ردت في وشه. ما تنسناش يا جماعة بالشير واللايك، وصلى على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم بكرة إن شاء الله في فيديو جديد. عندنا بكرة مفاجأة يا جماعة، في بكرة طيب بكرة هوريكم خلطة العلب بتنعمل ازاي.